السلام عليكم، انا حسن عادل وهاي قناتي. اليوم طبعا راح نراويكم قناه او نسوي ردة فعل على القناه. قبل سنتين او ثلاثه كانت شهرة رهيبه، بس هسه قلت مشاهديها بسبب ان العالم اتطورت، البشريه وين، كواكب، ناس. من يباوع فايف. قبل ما نبدا الفيديو خلينا نحكي لكم قصه صغيره يعني محزنه بالنسبه لي. هذا مايك جبته قبل سنتين، وان هذا المايك كان يفيدني قبل سنتين. اوكي، جهاز كنت اصور وهاي وحط هذا المايك هنا. بس قبل سنه اشتريت ايفون. المشكله انه هذا كي يستخدم المايك لازم تحط هاي بالجهاز، يلا تقدر تستخدم المايك. والايفون شنو ما بي هاي المدخل. يعني صار عباره عن زباله، قطعة سهرية لا يمكن لأي أحد أن يكتشفها. جيد، عنوان تافه بس جايب 48 مليون مشاهدة. أنا والمتضوج بهاي القناة إنه هاي القناة عندها 11 نسخة ألمانية، إسبانية، تركية، عربية، إنجليزية. الأساس هو إنجليزي، لكن هم الفيديو ينزلوه بالقناة الإنجليزية، يغيرون العنوان يكتبوه باللغة اللي يريدون ينشروها بالقناة العربية والألبانية، ويصير عندهم بدال فيديو واحد وربع من فيديو واحد يسوي له 12 عنوان بلغات مختلفة، يستفاد من 12 فيديو. يعني نفس الفيديو ينشر على 12 قناة، واليوتيوب ما يقول له حبيبي انت جاي تسوي. ليش؟ لأنه مغير العنوان وكاتب جو وحرف إبداعية في 5 دقائق في كل اللغات. تجيب دمبوس تقطع. ليش ما يسوي له قطعة؟ ما عني ما يسوي له ينقطع هو. تشكل مالت الراس يلزق وقبل هيك يتزق. سواء انت قاعد تتمشى، شلونك حبيبي؟ شلون صحتك؟ ايش بيك؟ ليش قاعد تدردر؟ والله هاي ايدي طاب بيها درابيس وبواحر شت. شلون راح اتوخر ويبكون اثنين تصير تحجون. ايش في عمي؟ عمتها الناس طورت، راحت تشوف الكواكب، تشوف الناس. فكرة غبية بالقناة. تخيل انت طبت بايدك، ما اعرف السبب، ما طبت بايدك 4 دنابيس اللي هي مستحيل تطب بايدك لانك عظم بايدك، والا يعني دنبوس ينطلق بسرعة الضوء يلا طب بايدك هيك. اوكي، فنقول ان السبب المادي. قدامك 4 خيارات. تروح للمستشفى، تصيح الاسعاف، يغمى عليك من المشهد، تصيح اخ. ايش تسوي؟ تروح لصاحبك تقول له بابا طاب بصبع بابا. ابنية قاعدة شافت شنو؟ الله راح اخترع عزل. شلون؟ جابت مراية حطيتها هنا صبر. خدعة قوية جدا. حليب تجيب عليه كاكاو باودر، يعني تسوي دود، تسوي تراب. تروح صاحبك تقول له بابا قاعد اكل دود وتراب، صاحبك يقوم يزود مقلب قوي. لك بابا ايش منقنينه على راسه وشوف هنا المقلب الصدق. ايه زين، لما يطب المسمار بالموبايل، هاي الشظايا مال الموبايل يعني ما تطشر، لا تظل لازقه. ياسج ما حاولت تعلقه ابد، ما خطرت براسك هاي الفكره العظيمه. يعني هسه الجهاز ذا شوف بس الدقمه مال علي كم من علقه ابد، ما تحاول تعلقه. ما حاول، لا جاب جهاز طبي شنو بعد ما يبيد. يعني خدعه مقلب. اوكي شنو نسوي؟ شلون؟ جيب قلم. اوكي شو اسوي؟ اصيق بيشه
القلم مالت الحبر، حط حبر داخل الجداحة اما يصير انفجار. صحيح انه مال الحبر راح يلون النار. لا عليك الله، مستوى غباك بهاي لا مو مستوى غباك، يعني انت معتقد مستوى غباء المشاهدين بهيك ان الحبر راح يلون النار. سويها وارد يصير نار وارد. شو التفاهة يا عم، جايبه وانا جالس بروحي. عقلي ما بقى في حالتي، لانه اكو ناس يقولون اوكي الاغاني بمحرم حرام، ما يصير تسمع اغاني بمحرم. زين سؤال، اكو شغله بالدين حرام بوقت حلال بوقت، يعني انت تقول محرم وصفر حرام اغاني صار غلط، يعني خارج محرم وصفر حلال الاغاني؟ كيف؟ ما تقول هي شغله مو حرام خارج محرم وصفر، اذا ليش يصير حرام داخل محرم وصفر؟ يعني شنو اللي يمنع؟ انه انت راح تنطرب لما تسمع الأغاني. زين اوكي بعيدا عن التعصب الديني وكل شيء، اكو بعض القصائد لما تسمعها اكو ناس همين ينطربون، فهذه القصائد همين تنحسب على نوع الاغاني اللي هو الاغاني. اساسا الاغاني بشكل عام حرام او حلال، لان هاي الاغاني مش سالفه المحرم صفر خارج محرم صفر حرام وحلال، هذا موضوع يعني ما يدخل العقل. لازم انا واحد يدخل الموضوع براسي، فاذا واحد يفتهم بهاي السالفه فاكتب لنا تعليق، وراح اشوف كل التعليقات وراح اكتب التعليق. اوكي بس وصلنا لنهايه المقطع، راح اسوي لكم حرفه. شوف عندك 25,000 دينار، عندك 25,000 دينار تريد تحاول تصرفها على شغله تافهه. اشتري موبايل ايفون، عندك موبايل ايفون واشتري هذا الاختراع العظيم، راح اظل اتبوع عليه بس متصور. يلا في امان الله، وصلنا لنهايه الفيديو، حطوا لايك واشتركوا.